في شخص اول ما تيجي تتعامل معاه يعمل كده موقف ندالة قوم يصغر قوي في نظرنا، وشخص تاني اول ما تتعامل معاه يعمل موقف جدعنة وشهامة ويكبر قوي في نظرنا. ومع مرور الايام يتنه يعمل مواقف حلوة فيتنه كبير في نظرنا، او ان هو يعمل موقف يخليه يصغر قوي عندنا. يعني الموقف مع الشخص يا اما تعليه يا اما تصغره. طب بالنسبة بقى للحياة الدنيا اللي احنا عايشينها والمواقف اللي بتحصل معانا فيها، كل المواقف دي ما خلتش الدنيا صغيرة قوي في نظرنا. يعني لما واحد كده يكون عنده صحة ويتنه رايح الجيم وجاي من الجيم ومهتم بالبشرة ومهتم بالشعر ومهتم بالغذاء الصحي، وفجأة يجيله كده شوية برد، يعني أضعف الأمراض، شوية برد يخلوه يرقد في السرير ما يعرف حتى يجيب كوباية مية لنفسه. هو ده مش موقف يخلي الدنيا تصغر قوي في نظرنا؟ طب بلاش دي. لما يكون حد عنده عيال ويتنه مضيع عمره عشانهم ويجيب فلوس عشانهم ويشتغل عشانهم وي 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 والله اعلم بيعمل ايه تاني عشانهم، عشان في الاخر كل واحد فيهم بعد كده يشتغل وبعد كده يتجوز وبعد كده يكسل انه يرفع حتى سماعة التليفون ويطمن عليه. هو ده مش موقف يخلي الدنيا صغيرة قوي في نظرنا؟ طب بلاش السلطة اللي بنكون سعينا عليها وتحملنا عشانها صعاب، سواء جبناها بقى بطريق حلال أو جبناها بطريق حرام، وبعد ما وصلنا للسلطة وبعد كده طلعنا معاش واتركنا على الرف، والتليفون اللي كان ما بيبطلش رن عشان يكلمونا دلوقتي ما فيش حد يرفع سماعة التليفون ويطمن علينا. هو ده مش موقف من مواقف الدنيا اللي تخليها صغيرة قوي في نظرنا؟ طب ايه رأيكم بقى ان ديت ربنا نبهنا عليها في كتابه الكريم، لما ربنا قال لنا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صدق الله العظيم. ربنا وضح لنا في القرآن الكريم كل مشاكل اللي هتقابلنا، ووضح لنا ازاي هنتعامل معاها، ولكن احنا عاملين زي الحافظ مش فاهم. طب تعرفوا بقى ان الحياة الدنيا ربنا كلمنا عليها في سورة بنقراها كل يوم جمعة وهي سورة الكهف، ورغم كده ما خدناش بالنا من تدبر الآية دي، وبرضو الدنيا كبيرة في نظرنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لنا ان الحياة الدنيا عاملة بالظبط زي الارض اللي نزل عليها المطر وبدأ الزرع يكبر فيها، والزرع كان جميل قوي وكان كتير قوي والمحصول كان حلو قوي والناس بقت تهتم بيه وبالزرع ومبسوطة جدا بيه، وبعد كده مرور يوم 2 3 10 بدأ الزرع ديت يدبل وبدأ الزرع ديت ينشف وعامل كده يتفتت والرياح تطيره. فجأة مفيش زرع، مفيش حاجات جميلة، مفيش أرض خصبة، خلص كل ده. هو ده بالظبط الحياة الدنيا، تبقى مزدهرة قوي وفاكرين ان الدنيا دي حاجة كبيرة قوي، ولكنها في النهاية بتروح كده ايه، بتتفتفت كده زي النبات اللي تطاير مع الهواء. طب يعني نعمل ايه؟ يعني ربنا يدينا النعم وما نهتمش بيها وناخدها كده نشيلها على جنب؟ لا، ما قلناش كده. ناخد بالنا ان زي ما ربنا قال لنا على المشكلة هيقول لنا برضو على التعامل الصحيح معاها ازاي. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. يعني إيه؟ يعني حضرتك ربنا هيديك الصحة مش هيتبقى لك منها غير اللي انت استخدمتها في طاعة الله، غير اللي انت استخدمتها في مساعدة غيرك. لما ربنا يديك العلم مش هيتبقى منه غير اللي انت علمت بيه غيرك، غير اللي انت نصحت بيه غيرك. خد بالك، أي نعمة ربنا اداها لك وانت تلهيت بالنعمة عن طاعة ربنا، عن صلاتك، عن صيامك، عن الصدقة، يبقى خلاص النعمة دي فجأة كده هتروح ومش هيتبقى لك منها أي شيء. مش هيتبقى من أي نعمة غير اللي انت استخدمته فيها في طاعة الله. يعني وقتك مش هيتبقى لك فيه غير اللي انت خشعت فيه في صلاتك، غير اللي انت تصدقت بيه في حاجة، غير اللي انت علمت بيه حد. هو ده اللي هيتبقى لك. يعني لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة وكانت ذبحة شاه، فراحت السيدة عائشة طلعت كل الشاه ما عدا الكتف عشان عارفة ان رسولنا الكريم بيحبه، فقال لها ما بقى من الشاه؟ قالت له ما بقي منها إلا الكتف.
راح قال لها لا، فيما معناه يعني. فراح قال لها لا، ولكن بقيت كلها إلا الكتف. يعني اللي اتبقى لنا من الذبيحة دي كلها احنا طلعناها لله، يبقى كل دي اتبقت لنا، ولكن اللي احنا أكلناه هو ده اللي راح. فإذا ناخد بالنا إن أي حاجة بنعملها في طاعة الله هي دي اللي هتتبقى لنا. أما اللي احنا بنروح نتلهي بيه ونبتدي ننشغل بيه ونسيب صلاتنا ونسيب عبادتنا ونسيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسيب الطاعات، خد بالك هتيجي بعد كده في القبر، وهتيجي بعد كده في يوم القيامة يوم الحساب، هتلاقي كتابك فاضي مفهوش حاجة لو انت ما استغلتش النعمة دي فيما يرضي الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.